نقطة نظام، نقطة نظام، نقطة نظام. وقوفوا الكل لا تقرأ الله وانت واقف. إنه من كعبة القبيلة مرادة القوم، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. والخوف منه اللي خلق جنة ونار. ترقية وبيان عاجل ومستعجل. إلى الأخ مهدي المشاط المحترم، إلى الأخ رشاد العليمي المحترم، وجميع نوابه المحترمون جميعا. إني لكم من الناصحين، وأني على الصراط المستقيم. إلى جميع أطراف النزاع كافة في هذا الوطن الممزق والذي أصبح شبه ميت، إلى عقلاء وحكماء اليمن، إلى كل من يهمه أمر هذا الوطن وأبناء شعبه الهالك، تحية طيبة وبعد. اقرأ وربك الأكرم. ومن ساقنا بالعيب سقناه بالنقاء، والله الشاهد والقاهر فوق عباده. أقول لكم أولا وأخيرا اتقوا الله في هذا الشعب. فالشعب يموت جوعا، والناس تأكل من الزبالات والقمامات. وأصبح شعب اليمن الأصيل يتسول بسبب غباء حكامه وعدم قدرتهم لإدارة حكم الدولة اليمنية، مما جعلنا مسخرة أمام العالم كله. العالم كله أفلح وتقدم وتطور وصنع مستقبله بنفسه، إلا دولة اليمن، وهي الدولة الأصيلة. وهذا بسبب فشل حكامها جميعا، وبسبب انبطاح الشعب والرواتب منقطعة والحوافز مخصصة لمن ينتمون للزمرة والمصالح الخاصة والجيوب الخاصة، وليس للأرض والوطن والشعب، حيث أن الكفاءات تم تهميشهم وطردهم للبيوت في جميع مؤسسات الدولة، كلها حسابات ضيقة. فاتقوا الله في هذا الشعب، واعطوا لكل حق حقه. اصرفوا مرتبات الناس دون الإقصاءات والمحسوبيات والولاءات. اصرفوا مرتبات الناس سواء مع التسويات أو غيرها. عليكم بناء مدن سكنية للمتشردين والفقراء والمرضوخين في الشوارع وعلى الطرقات والرصوف، وتوفير جميع ما يلزم، وبناء مستشفيات مجانية، وبناء وطن كحال الأوطنة والعيش بسلام وكرامة. ولا تنتظروا من خصم أن يصرف موظفيكم وشعبكم رواتب، أو أن تقارنوا أنفسكم به. فالفشل وعدم القدرة على السياسة والحكم، فلا تنجروا وراء ما يصلكم إلى زبرة النفاق. إن الأوضاع على ما يرام. وأود أن أذكركم أن الظلم عواقبه وخيمة، واعتبروا من كان قبلكم. تذكروا عكاش وهيمنته وسيطرته، فلن تستطيعوا أن تسيطروا ربع ما سيطر، ولن تحكموا ربع ما حكم عفاش. كون الشعب يتمنى الآن الرجوع إلى عهده، ومع هذا حين لم يفيده لا محتشدون ولا مسيرات ولا شعارات ولا هتافات ولا أنصار ولا أعوان إلى آخره وإلى مصيره. فمن أعظم الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر وجور وظلم. مسؤوليتكم على العلن. الأبراج